حساب الجيميل هو لازم يكون موجود عند أي مستخدم في أندرويد عمومًا، سواء كنت عايز تعمل بيه قناة يوتيوب، سواء كنت عايز تأمِّن بيه تليفونك أو تأمِّن بيه نفسك، سواء كنت عايز تعمل مدونة بلوجر، سواء كنت عايز إن أنت تشترك في أي خدمة تابعة لشركة جوجل زي يوتيوب أو جوجل آدز أو جوجل أدسنس، لازم ببساطة شديدة يكون معاك حساب جيميل. حساب الجيميل ده هو ببساطة شديدة هو بداية معرفتك بشركة جوجل، يعني شركة جوجل عشان تتعرف عليك لازم يكون معاك حساب جيميل. الطريقة الصحيحة عشان تعمل حساب جيميل بتمشي معايا في كلتا الحالات سواء كان من التليفون أو من الكمبيوتر الاتنين واحد، بس أنا هاشرحها على الكمبيوتر عشان بس سهولة الشرح فقط لا غير. كل اللي علينا ببساطة شديدة إن إحنا بنفتح أي تاب جديدة كده أهو، وبنكتب كلمة جيميل بالعربي بالإنجليزي، المهم إن أنت توصل للتاب دي. بعد كده ببساطة شديدة هتيجي لك بالشكل اللي قدام حضرتك ده. ببساطة شديدة لو أنت معاك حساب هتخش على طول، لكن إحنا في حالتنا معناش حساب، هنقوم دايسين على create account. بعد كلمة create account فبيقول لك عندك 3 حاجات، يا إما لاستخدامك الشخصي اللي هو أول اختيار، يا إما لطفلك اللي هو تاني اختيار، يا إما للشغل أو الbusiness. إحنا طبعًا بحكم إن إحنا يعني فوق ال18 سنة كبار بنعتمد على نفسنا أو إن إحنا مش أطفال في العموم، فهنختار أول حاجة. في البداية خالص لازم تقول له اسمك الأول إيه، أنا اسمي محمد، تمام، والاسم التاني اللي هو أنا مثلًا محمد علاء، فيبقى هنا كلمة علاء أهو، ده بالنسبة للاسم. بعد كده بنيجي لتاريخ الميلاد، أنت مولود سنة كام؟ طبعًا هتقول هنا في الشهر، أنا مثلًا عن نفسي شهر سبتمبر يوم 11 سنة 2002. بعد كده الgender يعني معناها هل أنت أنثى والّا ذكر، فبالتالي أنثى هتختار اللي هي الfemale أو لو ذكر يبقى male. طبعًا لو أنت عاملها بالعربي هيبقى أسهل بكتير يعني. هنعمل next وببساطة شديدة نيجي نخش على الخطوة اللي بعد كده وهي إن إحنا نكتب الID بتاعنا. ويعني إيه كلمة الID؟ هنحتاجه كل ما تسجل دخول في أي حاجة. لمّا هتسجل دخول في أي حاجة هيقول لك الID بتاعك إيه، هتقول له الاسم اللي أنت هتكتبه دلوقتي. وليكن مثلًا أنا هاسميه طبعًا الaccount ده على للتجربة يعني مش هاخفيه أساسًا لأن هو تجربة أنا مش هاستخدمه في أي حاجة أصلًا يعني، تمام. أنا هاقول له مثلًا مو علاء أي حاجة اللي هو الID ده، تمام. هاخده نسخ كده عشان بس يكون معايا وبعد كده نعمل next. بعد كده هيقول لي طيب حضرتك عايزين الpassword يعني كلمة سر. طبعًا زي ما أنت ما عارف إحنا دلوقتي بقى معانا اسم نخش بيه، طبعًا الاسم ده لازم نأمِّنه، فهنعمل له password. هنكتب أي password عمومًا، أي password، بس طبعًا يا ريت الpassword بتاعك نصيحة كده أخوية يكون عبارة عن أرقام ما لهاش دعوة ببعضيها ورموز M صغيرة بقى R كبيرة مش عارف إيه، شكِّل كده في الحاجات دي عشان يصعب سرقته. يعني فُكّك من إن أنت تعمل password للإيميل بتاعك برقم التليفون، الكلام ده قديم وما بقاش ليه لازمة. تمام. هناخد كده أهو مثلًا أنا عن نفسي هاعمل مثلًا كده أهو، تمام، وآدي برضه واحد كمان هنا أهو، وببساطة شديدة كده إحنا عملنا إيه الpassword والإيميل. بعد كده ببساطة شديدة بينقلني للخطوة اللي بعد كده، وهي كلمة الrecovery email. يعني إيه كلمة recovery email أو يعني إيه الإيميل الثانوي مثلًا أو الإيميل اللي أنت هتستعيد بيه؟ يعني ببساطة شديدة الإيميل اللي إحنا هنضيفه ده ببساطة شديدة إن لو لا قدر الله الإيميل اتسرق ببساطة شديدة أقدر أرجّع الإيميل بالإيميل اللي هاكتبه دلوقتي. عايز تضيفه ضيفه، مش عايز براحتك. أنا عن نفسي شايف الأفضل إنك تضيفه. طبعًا أنت بعد ما تتفرج على الحلقة دي هتعمل إيميلين جيميل، تخلّي إيميل جيميل ثانوي يكون حماية للإيميل الأساسي. طبعًا بجانب إن أنت هتتفرج على الحلقة اللي ظهرت دلوقتي دي، عرّفتك إزاي تشغّل التحقق بخطوتين وده بيزوّد الحماية مليون مرّة. تمام. هنعمل skip دلوقتي وببساطة شديدة بيأكد عليك بيقول لك حضرتك ده الID بتاعك ونقول له next وننزل نوافق. طبعًا عايز تقرا الكلام ده كله براحتك ما فيش مشكلة، وبعد كده تقول له أنا موافق اللي هي I agree. هيفضل يحمّل كده مش هياخد له بالضبط 20 ثانية والّا حاجة، وهينقلنا على الGmail. زي ما أنت ما شايف الGmail أبيض يا ورد. كده ببساطة شديدة تقدر تعمل قناة على اليوتيوب ما فيش مشكلة، تقدر تخش تعمل مدونة على بلوجر ما فيش أي مشاكل، تقدر تعمل حساب في جوجل أدسنس، تقدر تعمل أي حاجة دلوقتي كده، أي حاجة متاحة ليك. شكرًا كتير ليكم، سلام عليكم وصلوا على النبي.